بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أهل الإيمان والحديث وجعلهم أئمة في القديم والحديث، والصلاة والسلام على من سعى في هداية أمته سعي الحثيث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاءتني بعض الاتصالات، بعضهم يريد أن يقدم الدرس، وبعضهم يريد أن يبقى الدرس في وقته، وبعض يريد أن يؤخر الدرس من أجل أن يحظى بالسماع. هنا مشكلة من ناحية الإجازة لكن أنا سأشرحها. اعلموا حفظكم الله تعالى، كل من يتبعني ويسمعني مباشرة يستطيع أن يحدث عني بما سمع بسندي ولو لم أجزه، فكل من سمع المباشر حاضرا عندي أو من بعيد لكنه مباشر، حكمه حكم المستملي. أتعرفون من هو المستملي؟ قديما ما عندهم ميكروفونات، والمحدث يحضر في مجلس 100,000 طالب يسمع الحديث، فلا يصل إليهم الصوت، فيجعل كل 10 صفوف رجل صوته جهوري. لما يسمع حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يسمع المستمع ثم للثالث والرابع حتى يبلغ جميع المجلس. وعلى هذا قلنا من سمع منا مباشرة بالإجماع له الحق أن يروي عني بالسماع، وهو أرقى من الإجازة أو القراءة على الشيخ. ومثاله مثال المستمع. قال البعض نحن نسمع بعض من الكتاب والبعض يفوتنا، حدد ما فاتك، فتقول حدثني فريد الباجي بأكثر سنن ابن ماجه والأفوات القليلة، والآخر إجازة، لأن البعض العبد ضعيف. كل من سمع مني حديثا واحدا أجزت أن يروي عني جميع ما صحت روايته، وعليه من سمع ولو حديثا واحدا فهو مجاز آليا ويستطيع أن يحدث عني. لكن هنا أنبه إلى نكتة. جرت عادة المحدثين أن يقولوا أجزتك أن تروي عني جميع ما صحت روايته بشرطه المعتبر عند أهل الحديث والأثر. ما هو الشرط؟ هو الحقيقة شروط. المراد به هو الضبط. ما سمعته تقول حدثني وسمعت فريد الباجي قال حدثني، وما قرئ علي تقول أخبرني فريد الباجي قراءة عليه. والسماع والقراءة أرقى من الإجازة، وأرقى من الإجازة. وبما أني علقت كل من سمع مني حديثا واحدا وكان عالما أو من طلبة العلم أو من مصاحبين أهل العلم فهو مجاز، وما فاته يستدرك ويجبر بتلك الإجازة. فلا يشترط لمن يحدث عني كتب السنة، مثلا كتاب مسند الحميدي فيه 1600 حديث، سمع مني 1000 حديث، فيقول حدثني فريد الباجي قراءة عليه وسماعا بمسند عبد بن حميد لأكثره والباقي إجازة، وصح ذلك. لا نستطيع أن نتحكم في الأوقات كثيرة لأن يسمعون من الشرق والغرب، فالأوقات معناها لا أستطيع أن أرضي جميع الأطراف. والبعض طلب وأخر من أهل تونس، قال لك أنا أرجع من العمل. يا أخي في تونس تشوف الخدمة 5 هو منه. على كل حال نحن سوف المغرب قرب جدا يعني، فسوف نواصل القراءة يعني بعد صلاة المغرب أيضا إن شاء الله تعالى لسماع يعني الحديث. ومن له أسئلة أو استفسار فيما يتعلق في درس الحديث، سواء فيما يتعلق في المتن أو في الإسناد، أو أشكل عليه أمر أو سؤال، فله أن يكتبه في التعليق في البث المباشر، حتى بعد الدرس أستطيع أن أجيب عن هذه الإشكالات إن شاء الله تعالى. أهل أندونيسيا الآن الساعة 10 الآن، وهم يسمعوا يتبعون من أندونيسيا الآن، معهم حق لكن تضحي أيضا ينالون بذلك إن شاء الله الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا
عبد اللطيف الشريف الشابي شفاه الله وعافاه قال حدثنا محمد الطاهر بن عاشور قال حدثنا محمد العزيز بن عتور قال حدثنا محمد صالح الرضوي البخاري قال حدثنا رفيع الدين القندهاري قال حدثنا محمد بن عبد الله المغربي السجلماسي قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري قال حدثنا البابلي قال حدثنا أبو النجاة سالم السنغوري قال أخبرنا بأكثره. هاوش قال هنا في سنن ابن ماجه أبو سالم السنغوري المالكي قال أخبرنا بأكثره النجم أحمد بن محمد الغايتي، فمن حضر من الكتاب وفاته البعض فيقول أخبرنا بأكثره. قال أخبرنا ببعض باقي جاز زكريا الأنصاري قال أخبرنا بجميعه إلا قليلا. كذلك صححوا لي في الموطأ إلا قليلا تزاد في الثبت، لأن أنا ما أتممت الموطأ على كاملا على شيء كان مساعدة إلا قليلا يعني، فتزاد هذه في الثبت إلا قليلا. خاتمة الحفاظ أحمد بن حجر العسقلاني قال أخبرنا بجميعه أبو العباس اللؤلؤي قال أخبرنا بجميعه الحافظ أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، وما أدراك ما المزي، إمام علم الرجال في عصره. قال أخبرنا بجميعه عماد الدين إسماعيل ابن إسماعيل البعلي الحنبلي قال أخبرنا بجميعه موفق الدين بن قدامة قال أخبرنا بجميعه أبو زرعة المقدسي قال أخبرنا بجميعه أبو منصور المقومي قال أخبرنا بجميعه أبو طلحة القاسم ابن المنذر القزويني قال أخبرنا بجميعه أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه في باب الإيمان قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 69 شعبة، الإيمان 69 أو 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث صحيح، لكن هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما بألفاظ متقاربة. وقد صنف الحافظ البيهقي كتاب سماه شعب الإيمان. ماذا سماه؟ شعب الإيمان. جمع فيه جميع هذه الشعب 79 وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، وهو أوسع كتاب في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. شعب الإيمان للحافظ البيهقي. أعلاها لا إله إلا الله أي اليقين على الله، وإذا قلنا لا إله إلا الله أي معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدناها إماطة الأذى من الطريق، خدمة الخلق في الحقيقة هي أرفع الدرجات، ولكن كفعل مجرد قد يكون قليلا، لكن خدمة الخلق دائما هي أرفع الأعمال إن شاء الله تعالى. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا سالم بن أبي سالم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. كل الحياء الممدوح، وهناك حياء مذموم. اثنان لا يتعلمان العلم، مستحي ومتكبر لا يستطيع أن ينال العلم. يعني الحياء في الخير، الحياء حسن ولكنه لا تستحي في طلب العلم أن تعرفه. والعالم كالطبيب يحق له أن يسمع كل شيء ويحكم في كل شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا في حياتنا لم يسأل عنه؟ حتى طريقة دخول بيت الخلاء حدثنا بها، حتى كيف تستنجي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تستنجي، كيف تلبس ثيابك علمك كيف تلبس ثيابك، حتى كيف تنزع ثيابك علمك كيف تنزع وماذا تقول. إذا الحياة المحمدية والسنة المطهرة النبوية يعني فيها أشياء كثيرة، منها مسائل الجماع ومسائل الحيض. فالبعض قد يستحي فلا يسأل، لا، هذا تستحي فيه في غير الدرس. أما في درس العلم إذا جاء فلا بد من بيانه وتوضيحه لنعرف الحق فنتبعه ونعرف الباطل فنجتنبه. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد
قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش سويد بن سعيد، هذا هو أحد رواة الموطأ. وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. عندكم ماذا النسخة؟ حبة من خردل. ونسخة الهندية مثقال ذرة، كلاهما صحيح، مثقال حبة ومثقال ذرة من خردل من إيمان. وقوله ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا الحديث قال هنا في التخريج إسناده صحيح. سويد بن سعيد ثقة، علي بن مسهر ثقة، عن الأعمش ثقة. طيب سعيد بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا نسخة صحيحة. هنا توجد زيادة في الحديث، قال أخرجه أحمد في مسنده ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن إبراهيم عن علقمة، لكن زيادة ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، هذا الكلام مخالف للأحاديث الصحيحة، فهذه الزيادة شاذة. هذه الزيادة إيش؟ شاذة. قال لا يدخل النار، هنا نفي. فنحن في عقيدتنا أن المسلم سيدخل النار، بعض المسلمين ليس كلهم طبعا. وماذا تفعل حديث الموطأ والصحيحين وروى من عدة طرق الذي قال ماذا؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهنا لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حبة أو مثقال ذرة يعني نحن نحسن على كل حال، هذه الزيادة غريبة. ذكر هنا سيدي. نعم. قال يقول الشيخ الإمام نور الدين عمر البسطامي قال لا حاجة إلى هذا التكلف في التأويل، قال بل أراد به دخول تأبيد ولا تناقض. إذا حملناه على ذلك ولا يدخل النار دخولا مؤبدا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، تخريج حسن هذا. هذا تخريج حسن، أي ولا يدخل النار، وإن كان فيه تكلف نوعا ما، ولكن لا بأس حتى لا تتعارض مع الأحاديث الصحيحة. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني جميع المؤمنين، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، أي جمهور المؤمنين، أي عامة المؤمنين، لأن ظننا بالله عز وجل أنه سيدخل أكثر من ثلثي هذه الأمة إلى الجنة بدون دخول النار. فالذين دخلوا وخلصوا ونجوا، هناك بعض المسلمين ممن في قلبهم إيمان، هؤلاء في النار. ماذا يفعل المؤمنون؟ ما دام بعض المؤمنين في النار والبعض في الجنة، فإن أهل الجنة لا يتهنون حتى يخرجوا أصحابهم. يا الله يا الله يا الله، معنا في الجنة وهم يجادلون، يعني أشد. فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق، يعني يجادلون بقوة ويأتون بالأدلة. فمثلا قالوا يقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. المؤمنون هكذا يدافعون عن إخوانهم. شو رحمة الجماعة وقيمة المعرفة. لماذا لما نتعارف على المؤمنين نتعاهد على أن الناجي يأخذ بيد أخيه؟ لأنك لا تدري الجنة، نحن لا نعرف من في الجنة ومن في النار، قد يكون أحد من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لما نتعرف على الصالحين ماذا نطلب منهم؟ الناجي يأخذ بيد أخيه، لأني أعرف أنه لو نجا ونجاد لا ندخل النار إن شاء الله تعالى. قال فيحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول أي الله اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. ماذا قال؟
ما نعرفش بيستون باللغه الفرنسيه، المعارف يعني نعرف. البيستون تنفع في الاخره نفعا شديدا، وهي الواسطه، نحن بلهجتنا التونسيه الواسطه. بالاكتاف تقولون، في تونس تقول بالاكتاف وبالواسطه وبالمعارف، 3 كلمات والمعنى واحد يعني. فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. إذا معرفة الصالحين وحبهم تنفع كثيرا، بل هم سوف يدافعون حتى قبل دخول النار، سيشفعون سيحاولون القدر المستطاع أن لا يدخل النار، لكن إن دخل يبقى الجدال. والخروج من النار سيكون على 4 مراحل. هذه الأمة سيكون كم؟ 4 مراحل، 4 حدود، 4 قوم سيدخلون النار من الموحدين، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يخرجهم من النار فيخرجهم، ثم الفوج الثاني، ثم الفوج الثالث. الفوج الرابع من هم؟ هم الذين لم يعملوا خيرا قط، فقد قالوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله تعالى يقول وعزتي وجلالي هذه لي لن أبقي في النار أحدا قال لا إله إلا الله. وفي رواية من كان أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان أو ذرة من إيمان. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم. لماذا؟ لا تأكل النار صورهم. وهذا يؤيد الحديث الذي مر معنا في صحيح مسلم أن الله تعالى يميت المسلمين إماتة، يعني يتعذب نهاير في نار جهنم من غير أن تحرق وتشوي، معناها خاصة مواضع الصلاة والسجود. ثم الله سبحانه وتعالى يميت فيها إماتة مثل نحن شو نقوله بالضبط يعني يفقدون الإحساس. مخدر ليس مخدرا يا رجل، ماذا تقول؟ الله يهديك. يعني هو يكون واعيا أنه في النار، لكن لا تلفحه النار، لا تعذبه النار. يعني هو موقوف، عبارة إيش؟ موقوف مدة معينة. يعني مثلا هو كان يستحق 1000 سنة في النار، فتدخلت الشفاعة 10 سنوات في النار سيقضي، فيعدي يوم يعني في العذاب من غير أن تتشوه صورته، ثم يميتهم الله إماتة مع يعني بدون أن يفقدوا الإحساس، كما الصرصي معناها حبس الصرصي معناها. يعني هناك حكم لكن ليس نافذا، يحكم عليه بالنار فيبقى في النار ولكن لا يتعذب، وهو من أرجى الأحاديث لمن سيدخل النار. فضلا هذا صاحب 10 سنوات سيبقى المسلمون يجادلون عليه، يعود في شهر يخرج، يعني من 1000 سنة إلى 10 سنوات إلى شهر واخرج. هذا فضل الله عز وجل في طريقة المعاملة. أنا أضرب لكم الأمثال وجمعا من الأحاديث التي اطلعت عليها في هذا الباب. قيمة سورة المؤمن لأنه ذلك جسد صلى لله وعبد الله تعالى. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم. يعني النار لا تصل إلى كل البدن، يعني هناك من قدميه، هناك في الخاصرة نصف الساقين، هناك النار من تصل إليه هنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد فمن لم يصدق هذا فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اقرأ. وبأسانيدكم إلى الإمام رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن ناجح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا حزاورة يعني أشداء، ما زلنا في قمة الشباب،
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هنا يقول في هذا الحديث إسناده صحيح. نعم، الحديث أنا رواه البيهقي قال في السنن، وأنا أحفظه هذا الحديث، يعني أخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا في المستدرك على الصحيحين. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. من لم يتقوى إيمانه ومن لم يجتهد على يقينه فإنه يعجز عن طاعة الله تعالى. فالإنسان يطيع الله تعالى على قدر إيمانه، والصبر نصف الإيمان واليقين والإيمان كله. من تحصل على اليقين الصادق والكامل على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الإيمان إذا قرأ به القرآن يأتي فيه الاستعداد للاستقامة والطاعة فورا. ومن هناك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. الناس الذين ليس فيهم الدين لا نأتي مباشرة نأمرهم بالقرآن والأحكام والصلاة والصوم، لا. من كان بعيدا عن الله تعالى فإن أول شيء تفعله هو أن تحببه في الدين، أن تحببه وتسعى لتقوية إيمانه. كيف تقوي أنا؟ تحدث عن الله تعالى وصفاته وآلائه ونعمائه، فيحب الله تعالى وتحببه في الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ازداد الإيمان وقرأ القرآن عمل بالقرآن. وهذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، كان يعلمهم الإيمان ثم يأمرهم بالصلاة كما في الحديث الصحيح. نعم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا الحديث صنفان. نعم، الحديث أتممناه الأول، قال فازددنا به إيمانا، أي من أراد أن يزداد إيمانا بالقرآن فعليه بتعلم الإيمان قبل تعلم القرآن، وتعلم العقيدة والتوحيد قبل أن يتعلم أحكام الشريعة. صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. القدرية هم الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة، يقولون إن الله قدر الخير ولم يقدر الشر. المرجئة يعني فيهم 12 قول، لكن المشهور هم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، ليس معه عمل، وأمره مرجع إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله يعني الجنة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار. هؤلاء المرجئة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه عبد بن حميد، لكن في إسناده ضعيفان والحديث ضعيف، ولا أرى الأحاديث التي جاءت المرجئة يصح من أحاديث، كلها ضعيفة. نعم. لكن كلمة المرجئة والقدرية هي ليست هي حديث يعني وحديث إذا صح السند، لو صح السند فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيكون بوحي الله له، فعلم هذه الطائفة ستأتي فأخبر عنها، وهذا من معجزاته على القول بالصحة. من صحح الحديث يعني أو حسنه، هو قال حسن غريب الإمام الترمذي، فهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه.
ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أم تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 3 فقال أتدري من الرجل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم. وأن ترى الحفاة، هذا حديث متفق عليه معروف. العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، مثل ما وقع في جزيرة العرب كالإمارات وقطر والبحرين. يعني هؤلاء كانوا يعني قبل 60 سنة يعني يرعون الغنم يعني، وعراة لأنهم يلبسون حرة عندهم، يلبسون خرقتين يعني رداء وإزار، يعني هذا لباسهم. حتى أني أدركته الخليج يعني قبل أكثر من 20 سنة يعني، فوجدتهم ما زالوا يلبسون خرقتين، يعني قميص وإزار يعني. وإلى الآن بعضهم ما زال يلبس ذلك الإزار يعني في بلاد الخليج. فهم حراة وعالة يرعون الشاة. جاءهم البترول تطاولوا في البنيان، أعلى بناء في الخليج. فكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تم هذا الأمر، وهذا من معجزاته. كمل. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا كهماس وذكر مثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. يعني طبعا هو هذا السند سند لآل البيت الشرفاء، ولكن لا يخفى عليكم أن آل البيت يعني كما جاء في الأحاديث أنهم من بعده صلى الله عليه وسلم سيتعرضون إلى التطريد والتشريد والقتل، وقد حدث ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس، أنهم يعني شردوا آل البيت، وذلك كله خشية أن يفقدوا السلطة، خشية أن يفقدوا السلطة. وحب السلطة هو أخبث مرض على الإطلاق، أخبث من السرطان وأخبث من الإيدز وأخبث من كورونا وأخبث من الطاعون والعياذ بالله تعالى، لأنه إذا استحكم في قلب الإنسان حب السلطة يعني هو مسلم يتتبع بأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم، لأن الناس يعظمونهم خشية أن يعني يأخذوا السلطة. الله أكبر. فلهذا آل البيت أكثرهم كانوا يختفون وكانوا قليلي الرواية، وكان أهل السنة يرون عنهم قليلا حتى لا يقع الهجوم عليهم ومحاكمتهم ومحاسبتهم. لو كان السند إلى علي بن موسى الرضا صحيح
كنا نفرح به كثيرا. لكن هنا أبو السلط الهروي قال الدرقطني بعدما روى له هذا الحديث هو متهم بوضعه، هو متهم لم يحدث به إلا من سرقه منه، فهو الابتداء في هذا الحديث. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت، والصحيح أنه من قول الحسن البصري. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبه قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وذكر مثله. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الحسن بن نصر البزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر زيادة من عندك. وبه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أقرأ هذه الزيادة هي موجودة في نسخة القطاع اقرأها. نعم. قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثني الربيع بن أنس فذكر مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث في إسناد الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن فيضعف الحديث كسند، لكن هو الحديث الصحيح. نعم. وهذا يؤيد كلام الحافظ أبي زرعة أن البعض قالوا أن نقل عنه أنه حديثه أن مرسل الحسن البصري ليس بشيء، وأنه إذا انقطع الحديث بالحسن البصري فهو يروي عن الضعفاء والمتروكين فلا يروى. لكن يقول الحفاظ أبو زرعة على ما أظن أنه كل أحاديث قيل إنه منقطع رواه الحسن البصري أو مرسل إلا ووجده موصولا ومسندا من طرق أخرى إلا 4 أحاديث، وهذا يؤيد هذا الكلام. فالسند ضعيف ولكن المتن صحيح، فدل على أن هذا التدليس الذي لا يضر. نعم. إلا 4 أحاديث. نعم. وبه قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. وبه قال حدثنا أبو عثمان والسند أيضا ضعيف. وبه قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عن أبي هريرة عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص. وبه قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حارث بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينتقص. بالنسبة للإيمان الذي هو التصديق الجازم مع الإذعان تعريفه واصطلاحه، الإيمان هو التصديق الجازم مع الإذعان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة ولو بدليل ولو إجماليا. أحسن، هذا هو التصديق. إذن فأصل الإيمان كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر واليوم الآخر، فذكر وهذه كلها تتعلق بالقلب. فإذن الاعتقاد لشرط صحة الإيمان هو الاعتقاد بالأركان الستة ومحلها القلب فيكون مؤمنا. ومضى معنا أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. إذن الأعمال هي من الإيمان لكن ليست شرطا لصحة الإيمان، وإنما هي شرط واجب لكمال الإيمان. إنما هي شرط واجب لكمال الإيمان. الأعمال والأقوال الصالحة هي من الإيمان لكنها شرط واجب لكمال الإيمان. أما صحة الإيمان فيصح الإيمان بدون الأعمال إذا اعتقد جازما بأركان الإيمان الستة. وهل الإيمان يزيد وينقص؟ خلاف بين الماتريدية والأشاعرة، ولكنه خلاف لفظي. الأشاعرة يقولون الإيمان يزيد وينقص ويحتجون بهذا الحديث ويحتجون بقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلما نظرنا في قول الماتريدية الأحناف والجمهور الأشاعرة وجدنا أن الأحناف يقصدون أن مسائل الإيمان وأركان الإيمان هي في ذاتها لا تزيد ولا تنقص، فأنت ليس من حقك أن تزيد إيمانا بشيء ليس ثابت في الكتاب والسنة. فمن هذه الناحية الإيمان قولا واحدا لا يزيد ولا ينقص. إن كان هذا قصدهم طبعا نحن لا نزيد في العقيدة شيئا ولا ننقص في عقيدتنا شيئا، إنما هو كما وصل إلينا بالتواتر من الكتاب والسنة هي عقيدتنا. وأجابوا عن قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال لك هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كانت المسائل تأتي تدريجيا فيزداد إيمانهم، لكن بعد ذلك بعد نزول كل القرآن تم إيمانهم فلا يزيد ولا ينقص. لكن نحن الأشاعرة وجمهور أهل السنة والجماعة نقول زيادة الإيمان هنا نقصد بها زيادة اليقين ونقصان اليقين. والإيمان بدليل يزيد وينقص. الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، ونقصد به حلاوة الإيمان، أن نور الإيمان لما يزداد في القلب يزداد بالطاعات، فإذا ازداد الإيمان ازدادت الطاعات، وإذا نقص الإيمان نقصت الطاعات. ونقصد حلاوة الإيمان ونقصد نور الإيمان. أما أصل الإيمان كما قال الأحناف لا يزيد ولا ينقص. وإذا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة خلاف لفظي. أحسنتم. اقرأ. رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. باب في القدر. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا
أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلامي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر عندي إنه قد وقع في نفسي شيء وفي نسخة الهندية في نفسي في نسخة نفسي وفي نسخة النفسي نعم فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله عز وجل أن ينفعني به فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد أو قال مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتسأله فأتيت عبد الله رضي الله عنه فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة رضي الله عنه فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ما قال وقال أتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فاسأله فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو قال مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. وبه قال حدثنا هذا الحديث صحيح خرج أبو داود وابن حبان وعبد بن حميد في مسنده وغيرهم. أنا توقفت هنا على حديث أنا رويت لكم كثيرا لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعني لماذا ليس ظالما؟ الجواب بسيط لأن الخلق ملك الله أوجدهم وخلقهم من لا شيء من العدم فهو يتصرف في ملكه فيفعل في ملكه ما يشاء لأنه لا يشاركه أحد لا في الخلق ولا في أي شيء. فأهل الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير فصل الأمر وقضي وتم الأمر ولا يخفى على الله شيء ولا يكون إلا ما أراد الله تعالى فعال لما يريد. ليس هناك له وزير يناقشه أو يعارضه أو إله فوقه يقيده فينفي ألوهيته سبحانه وتعالى عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. من مقتضيات التوحيد أن تؤمن وتجزم جزما قاطعا لا ريب فيه أن ما من حركة وما مسكون وما من شيء كان ويكون وسيكون إلا بعلم الله القديم الأزلي وبإرادته القديمة وبقدرته القديمة تم ذلك كله وإلا فلا تصلح كلمة لا إله إلا الله. لكن الله تعالى يخلق الخير والشر ولكن الخلق لا يعني أنه إذا خلق الشر أنه شرير لا أعوذ بالله. الإنسان الذي يكسب الفعل فهو شرير لأن الله قال هذا الفعل شرير وأنت ارتكبته. أما الله تعالى الخلق عنده كن فيكون الأمر مجرد لا يوصف الله تعالى أنه فعل خيرا أو فعل شرا. نقول الله يخلق وهذه من الأشياء التي لا تذكر تفصيلا إلا في الدروس. تقول طيب لماذا الله تعالى ليس بظالم وهو أدخل الناس النار
وعلم ذلك وأراده وقدره منه، ولا يكون بذلك ظالما. دائما أنا أضرب ذلك المثال: رجل له دجاجتان من ملكه، ذبح إحداهما وأطعم أبناءه الدجاجة. هل هذا الفعل خير أم شر؟ خير في منظورنا طبعا. جاء رجل آخر فسرق الدجاجة الثانية، وماذا فعل بها؟ ذبحها وأطعمها صغاره. إذن فكلا الرجلين فعل فعلا واحدا، وهو الذبح والإطعام، لكن هذا يسمى خطأ وظلم من الثاني، والأول يسمى عدل وفضل، والفعل واحد. إذن الخير والشر هم فعل، لكن إذا نسب إلى الإنسان يكون شرا، وإذا نسب لله تعالى من حيث الخلق ماذا يكون؟ خلقا وإيجادا، وليس بظلم. لذلك لو أصلا الله تعالى لا يحتاج إلى الأعمال. لو أراد أن يخلقنا قال: أخلقنا هكذا كل البشرية، واضحة أموركم الآن إلى النار جميعكم، الملائكة إلى النار جميعكم، الأنبياء إلى النار جميعكم. لو أراد الله أن يفعل ذلك هل يستطيع أحد أن يرده؟ هل يسمى ظالما؟ لا يكون إلها إن لم يكن قادرا على فعل ذلك، ولكن الله تعالى لن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه وعد، والله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سوف يدخل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، أما المؤمنون والأنبياء والملائكة فإنهم من أهل الجنة قولا واحدا كما وعد الله تعالى، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. لكن لو أراد فعل ذلك وهو جائز عقلي في حق الله تعالى، ليس بجائز شرعي، وإنما هو جائز عقلي، لو أراد الله أن يفعله يستطيع أن يفعله. هل يستطيع أحد أن يرد عليه ذلك؟ لأنه إله، وإلا نفينا عنه الألوهية. مقتضى لا إله إلا الله أن تقول لا فاعل إلا الله، والله خلقكم، حتى أعمالنا من خلق؟ الله تبارك وتعالى. لكن إن يعذب فبمحض العدل، وإن يثبنا فبمحض الفضل. إذا وفقك الله للخير فذلك فضل الله عليك، وكل ميسر لما خلق له. الصولي يأتيني مرة في السنة وينام. ايش الزرشة التشرد؟ الحمد لله. أعطيه وشرب ما بارد وينشط. المهم لن يتحقق إيمانك ولن يقوى إيمانك ولن يصدق إيمانك حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما كان كان، أراده الله، ولهذا اللوم بعد القضاء بدعة. نحن مخيرون ونمشي باختيارنا ونسعى، ولكن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له. ومن مات وهو ليس متيقنا بأن الأمر مفصول فيه فهو مبتدع ضال في عقيدته، فإن مات دخل النار. نعم. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاعده من الجنة ومقاعده من النار. قيل: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. هنا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح الحديث. يعني أنت تتكل على القضاء والقدر ونقط قاعد. يا سيد الفاضل الرسول قال: لا تتكلوا، لأنك أنت لا تعلم القضاء وقدر. يعني تقعد جالس هكذا أنت قدرت لي. الله لا يجبر الناس، الله تعالى أعطاك حرية الاختيار. قال: فلا تتكلوا على الغيب الذي تجهلونه ماذا قدر لكم، احرصوا على أن تنجوا، لكن سأعطيكم علامة تعرفون بها الناجي من غير الناجي. فمن يسرت له الطاعات والإيمان
فذلك علامة النجاة. ومن يسرت له المعاصي والكفر فذلك علامة أنه من أهل النار. وكل ميسر لما خلق له، أي لما خلقه الله من أجله، فالفاعل الحقيقي هو الله تعالى. ثم اقرأ. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في هذه الآية دليل على أن اليقين والكرم من أسباب حسن الخاتمة. فأما من أعطى الكرم واتقى، نزل في أبي بكر الصديق، أي اتقى أطاع الله تعالى، وصدق بالحسنى وتيقن التصديق الجازم، فسنيسره لليسرى. فإذا نحرص نحن على هذه الثلاثة: العطاء والتقوى والتصديق واليقين. فإذا حصلنا على ذلك هذه علامة تيسير لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكل ميسر لما خلق له. نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ فحج آدم موسى قالها 3. أي فغلب في الحجة آدم وموسى أن اللوم بعد القضاء والقدر بدعة. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن ب4: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت والقدر. ولم يدخل الأعمال في الإيمان هنا، فتحمل حديث الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحمل على نفي الإيمان الكامل الواجب الذي ينبغي أن تتحلى به، لكن لا ينفي عنك أصل الإيمان. وفيه منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ذكر 6 وهنا ذكر 4. كان النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه التدريسي يختصر لا يذكر، فيأتي الوهابية يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر 3 نبقى عند 3. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر تارة 3 ثم يذكر نفس الموضوع 3 أخرى ثم يذكر في نفس الموضوع 3 أخرى، فلما نجمعها نحن تطلع 9 مثلا. فلما قال لا يؤمن حتى يؤمن ب4: بالله والرسول والبعث والقدر، أين الكتب السماوية؟ وأين بقية الرسل؟ وأين الملائكة؟ مع أنها من أركان الإيمان، ولكن هذا يعول على استيعاب السنة وقراءة كتاب السنة فتفهم الأمر بالتمام والكمال. فهم يقولون إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: عمل صالح علم ينتفع به من بعده، وولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. لا يعني ذلك الحصر، الحصر بهذه 3، وإنما هو ضرب أمثلة. ضرب ماذا؟ أمثلة صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا مات ابن آدم قطع عمله، فلماذا نصلي عليه الجنازة؟ والجنازة متواترة ثبوتها. ما هي صلاة الجنازة؟ هل هي عمل الإنسان أو عمل غيره؟ ولكن مع ذلك تنفعه صلاة الجنازة أم لا تنفعه كعمله؟ طيب صلاة الجنازة لم تذكر في انقطع عمله، وهنا لم ينقطع، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مش بس ولد صالح يدعو له ولا أحد صالح يدعو له، يعني طيب إذا دعا له غير ولده
يعني لا يستجاب، يعني لا يصل إليه. فلماذا إذا الله علمنا الدعاء لمن سبقونا بالإيمان وماتوا؟ قال تعالى ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان وماتوا. إذا دعاء الأحياء للأموات ينفع ولا ينفع؟ لكن نحن لم نذكر في هذه الثلاث. فنقول لهؤلاء لا تكونوا ظاهريين، لذلك سمى من أسمائهم الظاهرية، يحملون ظاهر الحديث ثلاث بس. ويسمون حشوية، من سماهم حشوية هو أبو الحسن البصري، لما رأى عقولهم لا تستوعب ويناقشون بطريقة بليدة ذا، ماذا قال أخروهم إلى حشو مجلس. يعني لا داعي أن نجيبهم لأنهم لا يعقلون. إذن ليس أركان الإيمان 4 كما هنا، وليس أن ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3، بل من أشياء كثيرة. الصدقة من تصل إليه جاءت في الحديث، وقراءة القرآن تصل إلى الميت من غير ولده، والحج أيضا. والغريب أن هؤلاء يعني يتفقون على حج البدل عن الميت. الوهابية هم عندهم فتوتهم جاهزة ومجمعون على أن كتحج على غيرك الميت ويصل ذلك الحج إليه. أقول له لماذا تقول بهذه؟ هذا ليس من انقطع عمله إلا من 3. لا، يقول لك هناك حديث آخر هو البخاري. إذا تذكره هنا، إذا مش 3 صارت 4، ومش 4 صلاة الجنازة صارت 5. إذا قال إلا 3 ليس يفيد الحصر. عليكم أن تفهموا ذلك، بل عليكم أن تستوعبوا السنة والكتاب والقرآن العظيم، فستفهمون مراد النبي ومقصده الكامل صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا جامدين ظاهرين على ألفاظ الحديث. هل هذه المسألة واضحة لكم؟ جيد. قال هل نقول أن الإيمان بالكتب من لوازم الإيمان بالرسل؟ سؤال. طبعا من لوازم الإيمان بالرسل أن تؤمن بالكتب إذا نزلت عليها مما لا شك فيه، ولكن الله تعالى فصل. لكن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم كان أن تؤمن بالله تكفي، مش 4 فقط. لماذا؟ لأن أنا لا أؤمن بالله إلا إذا جاء الرسول، وإذا جاء الرسول نزل معه كتاب، بالضرورة آمنت بالكتاب يعني. لكن هذا إجمالا يكفي، لكن في العقائد نحتاج إلى التفصيل. نحتاج ماذا؟ إلى التفصيل. لا نمشي بمفهوم التلازم، لابد من التصريح. أنت تراهم يقولون الله سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء ولا يشبه خلقه، هذا كافٍ. لكن في العقيدة ماذا يقولون؟ فالله تبارك وتعالى ليس محدودا بجهة معينة، الله سبحانه وتعالى ليس مركبا، ذات الله تبارك وتعالى منزهة عن الأركان والحدود والجهات والأعضاء. هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن عامر وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الحديث صحيح، والكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أيضا صحيح واستمر، ولكن بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك جاءت النصوص من القرآن والسنة قطعية أن الإنسان لا يحاسب إلا إذا بلغ، بالإجماع إلا إذا بلغ، ولا يكلف العبد إلا إذا بلغ. فإذا يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر على علم أنهم الله إن شاء أدخل منهم الجنة من شاء، ومن شاء منهم إلى النار من شاء. لكن لما نزلت هذه الآية وهو مذهب الأشاعرة وجمهورهم دل على أن جميع أموات أولاد المسلمين هم إيش؟ في الجنة. وهذا ليس نسخ، وإنما زيادة في العلم، زيادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي زدني علما، دائما يزداد في العلم. فالله لم يخبره في البداية إلا بهذا الأمر، لكن هو كان رحيما فكان يسأل
فدائما يخفف. بل وروى أبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت ربي في اللاهين ألا يدخلهم النار ففعل. بل وصل إلى أن سأل أولاد الكفار والمشركين. أولاد من؟ هؤلاء في الجنة، فأعطاه الله تعالى. فليس هذه الأحاديث تناقض هذا الحديث، وإنما تتممه وزيادة معلومات. نعم. البعض يقول لا يجوز النسخ في الأخبار. أخبر بأنهم لا يدخلون النار، أنهم قد يدخلون النار وبعد لا يدخلون النار. لا، هذا لا هذا نسخ جائز. وفي الأخبار الله فعل ما يريد. أراد أن يبين فضل نبيه صلى الله عليه وسلم، أن تدخله ينفع، فقال: الصغار كلهم أنا أعلم بما سيعملون، فإن ماتوا صغارا أدخلتهم النار. هكذا في بداية الأمر. لكن لما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من لا يعلمون أن الرسول يشفع حتى وهو حي في الدنيا، في دار الدنيا، ويشفع وهو في قبره، ويشفع في يوم المحشر أيضا صلى الله عليه وسلم. فهو بداية قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا في بداية الأمر، لأن الله تعالى ما أوحى إليه بكل شيء. لكن في نهاية الأمر ماذا قال؟ ما من شيء لم أكن قد أريده إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. فعلم كل شيء حينئذ صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض ولا جهل في حق الله تعالى، ليس تردد من الله تعالى، وإنما هذا ليظهر فضل نبيه بأنه هو يريد كذلك وعيد، لكن الله في وعيده يخلفه. والكريم إذا وعد وفى، وإذا توعد أخلف. فإذا توعد بأن يدخلهم النار، ثم الله تعالى أخلف وعيده ما وعده. الله يخلف وعيده لكن لا يخلف وعده. إن الله لا يخلف الميعاد أي وعده. أما الوعيد وهو التحذير أني سأدخل هؤلاء إلى النار في البداية، يخبر نبيه، ثم يقول ليس من باب التردد، ولكن من باب أن يجعل فرصة للنبي أن يشفع لهؤلاء، فقبل شفاعتهم فهم في الجنة. لكن الله سبق في علم القديم أن كلهم في الجنة. ليس هذا من جهل في حق الله تعالى. نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن شيبان قال حدثنا يحيى بن عثمان. عبد الملك بن شيبان عندنا ابن سنان في نسخة سنان. قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. وبه قال إذن ما يظهر لكم في الأحاديث أو القرآن نوع من التناقض، إلا وله وجه وطريقة تأويلية تجمع بينهما. وأفضل من صنف في ذلك ربما ندرسه أيضا في دار الحديث الزيتونية هو كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي، جمع فيه آلاف الأحاديث التي ظاهرها تتناقض مع بعضها أو تتناقض في نفسها، فأجاب وشرح وأول وفسر وبين المخارج. ولا يقدر على هذا العلم إلا كبار الحفاظ العلماء، منهم الحافظ ابن خزيمة قال: أتحدى من يأتيني بحديثين صحيحين
متعارضين إلا وأجد مخرجا لهما. قالوا كيف؟ قال يا إما نسخ ويا إما جمع، ما فهمناش الجمع بينهما. نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعربي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول. هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن في زيادة ذلكم القدر ليس هو موجود في الصحيحين، أما فمن أجرب الأول فهو في الصحيحين. لا عدوى ولا طيرة ولا هام، لا عدوى ولا طيرة ولا هام. يعني العدوى ليست مضطردة، ليست مضطردة، يعني لا تقع العدوى إلا بإذن الله تعالى ولو كانت موجودة. مثلا هذا فيروس كورونا، تجد شخص موجود في عائلة وهذا كثير، وجلس معهم وأكل معهم ونام معهم، هو مرض وكل من حواليه لم يمرض. هذا وقع كثير معنا. هذا لنفهم أن العدوى تنتقل، نعم موجودة، لكن نفاها رسول أن تنتقل إلا بإذن من الله، إلا بإذن من الله. فهي ليست مضطردة ضرورة أن يعدي فلان فلان، لا، ليس بالضرورة أن العدوى لا تنتقل إلا بإذن وأمر من الله. فهذا معنى العدوى. ولا طيرة هو التشاؤم. هو ماذا؟ أحدهم يخرج صباحا فيرى شخصا لا يكرهه أول شيء فيقول أعوذ بالله صبحت على هذا الوجه، ماني ماشي نخدم، راجع البيت يرجع. هذا من الشرك الخفي، من الشرك الخفي، وهو من الطيرة أي التطير، وهو ماذا؟ التشاؤم. كانوا إذا أرادوا السفر فرأوا غرابا أسود ينعق، لا احنا نمشي، فهم يتطيرون بالطائر الأسود. وهذه العادة الشركية ما زالت موجودة في الكفار إلى يومنا هذا، وفي بعض نفوس المرضى وضعاف الإيمان من المسلمين. عنا نعم. كيفاش؟ الأرنب كي يصبح على الأرنب عنا في تونس ما وشنو فما كذلك غير الأرنب؟ أنا اللي نعرفه أنه معناها البومة سيدي، البومة كل ذلك من الطيرة التي لا تؤثر ومضو. الطيرة نفيا مطلقا يعني، وما يكون إلا ما قدر الله، سواء ظاهر الطائر الأسود أو لم يظهر. ولا هامة، أي الهامة يقال هي الغول، يعني التخويف بالغول لا وجود له. وإن قيل إن الغول هو سحرة الجن، سحرة الجن، لكن هذا الحديث ينفي. نعم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وبه قال وهو كذلك. بس فقط على صلاة المغرب كم بقي؟ 4 ساعات. ها؟ كملوا الباب شوف. مش نكمل الباب. كم باقي على المغرب؟ ربع ساعة. اقرأ. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. وبه قال حدثنا هذا الحديث إسناده ضعيف، ولأن فيه يزيد الرقاشي. من فيه؟ يزيد الرقاشي، وهو ضعيف خفيف الضعف بالنسبة لي. قال البوصيري هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه، لكن لم ينفرد به، فقد رواه مسدد في مسنده قال حدثنا خالد قال حدثنا الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى فذكره موقوفا. إذا معناها وهو الأصح والله أعلم بلفظ إنما مثل القلب كمثل الريش تقلبها الرياح ظاهرا لبطن. وسعيد الجريري وإن اختلط بآخر فقد رواه له البخاري ومسلم، لكن أخرج أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى أيضا إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كريشة معلقة في أصل شجرة
يقلبها الريح ظهرا لبطن، وهذا الإسناد صحيح. وفي رواية أيضا هناك حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره، أي وسمي القلب قلب إن القلب أشد تقلبا من القدر في غيلانها. قلب الإنسان كثير التقلب. فمن هنا الأوراد يعطون الأوراد بذكر معين باسم معين ليركز فيه، ليتعود القلب على التوجه، مثل 1000 مرة لا إله إلا الله أو 10,000 مرة لا إله إلا الله في اليوم، يركز عليها بالتوجه حتى القلب يستطيع أن يركز في هذا الأمر. والحديث بمجموع يعني المتن صحيح بمجموعه وبكل روايته. نعم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها، قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيئا إلا هي كائنة. العزل يعني الرجل يجامع زوجته، ولكن لما يريد أن ينزل منيه ينزله خارجا. لماذا؟ يعني خشية أن تلد، خشية أن تحمل، خشية أن تحمل وتولد يعني وتأتي بولد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا كان قدر لها ذلك سيأتي، وفعلا كان يعزل عن جاريته وولدت. وهذا الحديث أنقذنا من مشكلة كبيرة جاءتني فتوى في الشام، واستحضرت بهذا الحديث وسألت بعض ذلك الأطباء فأكدوا لي أن امرأة تزوجت برجل من الشام، ولكن هي ترفض النوم، تكره الجماع، تبغضه وتخاف منه، معقدة من الجنس، فلم تفقد بكارتها لسنة كاملة. لكن هو كان من فوق ثيابها يعني يداعبها وقد يمني على فخذيها وثوبها. المهم هي عذراء وجاءت بمولود، هو لا يعلم ذلك، هو لم يظن أنها عذراء، فهو أراد أن يطلقها واتهمها بالزنا، أنها لا تنام معي عام كامل ثم تأتي بولد أن لها. لكن لما ذهبوا للأطباء ماذا وجدوها عذراء، فسألوا الطبيب هل كنت تعاشرها أنت وتمني؟ قال نعم. قال إذن سريع ينتقل يعني حتى من الفخذ، أحيانا ينتقل حتى من الفخذ فتلد، حتى ولو كانت عذراء، وهي ما زالت عذراء وقت جاءت هذه الفترة. وهذا الحديث يؤيد ذلك على أن العزل عن المرأة لا يمنع إذا أراد الله أن تنجب فتنجب، انتهى. والعزل حكمه الكراهة مع الزوجة، حكمه الكراهة لأنه لا تلبي شهوة المرأة. اقرأ. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة يعملها. هذا الحديث قال البوصيري سألت شيخنا أبا الفضل العراقي الشيخ الحافظ بن حجر عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن، فإنما قصد حسن متنه لا حسن إسناده، وفيه تخصيص بقسم منه. وفي هذا الإسناد عبد الله ابن أبي الجعد مجهول الحال مستور، مجهول الحال ومستور روى عنه 2 فقط، أحدهما ليس بذاك ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال ابن القطان مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة. إذا مختلف في توثيقه. ثم المذهب والمنهج الذي عليه الحفاظ، وقد نقل شيخنا النعماني ذلك من كتاب الجرح والتعديل عن الحافظين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، ونقله شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل في الحاشية نقلا عن شيخنا النعماني بأن الثقة بأن مجهول الحال المستور وهو من روى عنه 2 ولم نرى فيه جرح أو تعديل، ثم روى خبرا ليس بمنكر في المتن ولا في الإسناد، ثم روى خبرا
ليس بمنكر في المتن ولا في الإسناد، فهو الحديث عندهم صحيح أو حسن، صحيح أو حسن. وعليه فهذا الحديث بالنسبة عندنا هو حديث صحيح، أولا لشواهده، ويكفي الحافظ العراقي قال أن هذا الحديث حسن. لكن ما معناه لا يزيد في العمر إلا البر؟ العمر من حيث ما قدر الله تعالى على الإنسان، قدر على الإنسان. هناك القضاء المبرم وهو علم الله القديم وإرادته القديمة، هذاك اسمه القضاء والقدر المبرم الذي لا يتبدل. ستعيش 100 سنة تموت 100 سنة، ستعيش 200 سنة تموت 200 سنة، انتهى. لكن ما كتب في اللوح المحفوظ أو ما أملي على الملائكة وأنت في بطن أمك كما مر معنا في الحديث آنفا، هذا اسمه القضاء والقدر المعلق، القضاء والقدر المعلق. فهذا الدعاء يغيره، والصدقة تغيره، وفعل البر وهو فعل الخير للغير يغيره. إذن لو اجتمع الإنس والجن على أن يغيروا القدر الغير المبرم لا يستطيعوا، لكنك إذا صليت ركعتين ورفعت يديك بالدعاء وسألت الله تعالى تغير نظام العالم. سلاح المؤمن الدعاء، وأقوى قوة يملكها المؤمن الدعاء، فهو يستطيع أن ينال مراده. لماذا؟ بل لأن القدر يغيره، لأن القدر يغيره. وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعمله. اختلفوا في معنى يحرم، هل يحرم في المال؟ يعني الله قدر يجيه مليون في الشهر، تأتيه 500 بالمعاصي؟ لا، قالوا تأتيه المليون، ولكن حاجاته تكون 2 ملايين. فهمت؟ فهو يحرم بالذنب بالرزق يصيبه. يعني أعطاك مليون ولكنك احتجت إلى 2 مليون توزع من بركة. هذا أحد التفاسير. وأحد التفاسير أخرى لا، قال لك يعني رزق حقيقي كانت تجيه 100 مليون توقف، عمل عنا شو ما توقفت. وهكذا ما سبق في علم الله القدير، ويتغير القدر إلى أسوأ في غير صالحه. نعم. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قال وكل ميسر لما خلق له. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. إسناده ضعيف. نعم. باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعدوا إذن إلى صلاة المغرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل بيته الأطهار وأزواجه وذريته الأخيار وأصحابه الأبرار، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد معلوماتك وسعة فضلك ورحمتك، على قدر عظمة ذاتك وعلى قدر حبك فيه وله، ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى والأدنى إلى أبد الآبدين، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.